كيف بيكون نهارك أنت يعني كالعادة؟ انا نهاري كله نوم. أحسن شيء. نهاري كله نوم. والله لا. يعني مثلا يعني آه. ما عندك شيء معين؟ مو قصتها، في عندي جامعة، في عندي شغل، في عندي كثير أمور يعني بعملها، بس أنا ما بحب شارك يومي مع أي حدا. يعني ما بحب شارك الأماكن اللي بروح فيها. دائما الناس تجي وتقول لي على انستا إنه ليش ما تنزل لنا ستوريات، ليش ما تشاركنا يومك مثل المشاهير. أنا بتعرف شو إيه. بنزل ستوري أو ستوريين فقط، ما بنزل أكثر. عرفتي؟ يعني ما بصور وين أنا بروح وين. أنا عندي متابعين من بلدي سوريا كثير على انستا بيشاهدوني. انا الستوري عندي يعني بيوصل 150 ألف لل 180 ألف، عرفتي؟ فأنا بعرف عندي نسبة كبيرة من سوريا. فبسوريا ما عندهم الشيء اللي أنا عم عيشه. عرفتي؟ ما بحب أنا أصور مطاعم، ما بحب أصور السيارة اللي أنا راكبها شو هي، ما بحب أصور المنظر الحلو اللي أنا رايح عليه. حتى الناس استغربوا مني لما أنا رحت على باريس من شغلة 15 يوم هيك شيء. وين انا رحت وين دخلت ما صورت. فخلص ما بدي حدا يشوفني وبيقول يا وائل ما احلى حياته كيف عايش، يا ريت انا بمكانه. ما بدي حدا يتحسر. فهمتي؟ فانا ما بصور ابدا، بكره الكاميرا. حبيت. والله عرفت؟ حبيت. برافو طيب. عليك. أحلى هيك والله. مع انه انا كثير بشتهي مرات اصور نفسي واقعد احكي مع متابعيني، لكن بنفس الوقت انا شخص جدا غامض، جدا فيني غموض لدرجه لا تتخيليها. هلا هو أحسن هيك. يعني ما بعطي شيء عني. دائما بخلي المتابع في حيرة من أمره، إنه يقعد يسأل نفسه شو بده يساوي وائل، شو عم يساوي وائل. فهمت؟ هو أكيد أنا ماني محور حياته يعني، فقط بس لما مثلا يشوف فيديو عني عن التيك توك خلص. وحتى بالتيك توك أنا ما بنشر غير بالأسبوع مرة يمكن. ما بحب ثقل. أنا قلتها امبارحة وبرجع بقولها: قليل الحضور عالي المقام. طيب عندي سؤال، أنت بهال3 سنين اللي كنت فيهم بالتيك توك دغري يعني ما شاء الله يعني انشهرت أنا كان ولا؟ عندي حساب قبل هذا 1,500,000. والله. فند ورجعت فتحت هذا. ودغري يعني تفاعلوا معك؟ أحكي لك كيف أنا دخلت السوشيال ميديا. ايه هل احكي تعلم لي. انه انا انشهرت بالغلط؟ تعال اقول لك. الفكره انه انا اصور مع صاحبي. اوكي. انه صاحبي كان بده يسوي فكره فيديو وانا صورته معه. حلو. شهرت بالغلط انا فعليا. فلما انا صورت معه الفيديو كان التفاعل كله علي انا. فهمتي؟ كان التفاعل كله علي انا، التعليقات كلها علي. فهون انا شو سويت؟ فتحت صفحه ونشرت هيك فيديوين 3، شفتهم جابوا تفاعل بشكل مرعب. يعني كوني جديد انا اجوا بشكل مرعب. فهمتي؟ فشفت انه في كثير اقبال علي من الناس، كان في إلي كاريزما بهذا الموضوع. كاريزما، ايه عندك فطلعت. كاريزما. فظليت يعني مستمر والحمد لله. بالتمثيل وكشكل وككل شيء. شكرا. حلو. وصديقي ما انشهر. صديقي اللي على يعني ما اساس كنت ينشهر طارق. ما انشهر. فانا يعني اللي مش هو انشهر. طارق؟ لا مو طارق. طارق مو اول. طارق انا متعرف عليه من 6 شهور. انا مبلش بالسوشيال ميديا من 3 سنين ونص. فهمتي؟ طارق مشهور، والله. طارق معروف جدا. وهيداك بعده ما انسهر. ها. وصديقك هذاك ما انشهر. انشهر. شوفي هو حلو. بالاخير قلت لك السوشيال ميديا هي كاريزما لا اكثر. انك يكون عندك كاريزما بتنشهري. نجح.
ليك في حدا سألني، بس بس يا جماعة لا، ما رح أقول له هيدا السؤال، تفضل خلص تفضل، اسالي غيره. اللي بدك، يعني ما عندي مشكله. لأنه تكرر يعني كذا مرة. جاوب، اسالي. بس بلا زعل، تاخد الأمور طبيعية. عادي. الإسئلة: أي علاقة حب كانت أحلى، الأولى ولا التانية ولا التالتة؟ الاولى. الأولى. لانه الثانيه تعذبت فيها، والثالثه ما بدي احكي، فقط ما الاولى. تحكي، لا خلص أنت لانه ما الاولى تحكي. كانت ليست عربيه، فظلينا انا وياها 3 سنين وعشنا احلى ايام. فالاولى. والبرج العقرب. يا جماعه الاولى ما انا عربي، كان عمري 15 سنه وظليت معها لعمر 18، فبس هذا اول حب لإلي. من مين العطل؟ العطل مني، بعترف. انا شخص لست صالح للحب. اللي ما بيعترف بنفسه واللي ما بيواجه نفسه، انا لست صالح للحب فقط لا اكثر. خلص، انا اليوم نزلت ستوري كتبت فيه والله العظيم راح اقرا لكم يعني. كنت بنزل بوكس اسئله، فسالني واحد سؤال انه ليش عم تبعد عن الناس او هيك عن الشباب، فقلت انه انا عم بهرب من نفسي، ما عم بهرب منهم. يعني انا شخص صرت افهم حجم السوء اللي جواتي، هذا الجانب المظلم ما حدا يتقبله غيري. فصدقا الجانب المظلم او الجانب السيء فيني ما حدا يتقبله غيري، لهيك صرت بعده عن الناس. ما في داعي انه حدا، عادي انا متصالح مع نفسي فقط. ما حدا يتقبلني بهذيك الحالة. ارتحت في هذا الموضوع وتقبلته فقط، عادي، مع انه الموضوع هلا مزعج. يمكن هلا يمكن انت عم تقول انه مش صالح للحب، يمكن انت هلا مش بوقت الحب، عرفت كيف؟ يعني مش بوقته، يعني كل شيء بوقته حلو والله. مشكلة أنا لا أني صالح للحب ولا للرفقة، عرفتي؟ يعني حتى مع رفقاتي أنا شخص مرات بكون سيء. اني مو هيك. سيء، يظهر مني جانب سيء ما حدا يتقبله. شباب ضيفوها 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 ضيفوها، والله 2500 متابع عن جد، بدي احتفل فيها احتفالية. راح تعرفوا الاحتفالية، راح أذكركم بشغلة الاحتفالية، ضيفوها بس وصلوها 100,000. يا زلمة بده حتى نشوف الاحتفالية. أنا عايشة سألوها ببعلب. ماذا لو عاد معتذرا، قالت برجع ثاني. صدق الكلام ولا كذب؟ كذب بحس. مش هرجع تاني. اوكي ان شاء الله، بس انا ارجع معتذرا ان شاء يا الله قريبا. وائل، السؤال كمان تكرر: آه. ماذا لو عاد معتذرا؟ عاد. حلو. ما مستحيل. لايون ويلكم حبيبي. مستحيل. أبدا أبدا. بلا عم رد يا جماعة، بس كتير في كومنتات سلبية. شباب ضل 2000 على نور توصل 100,000، يلا تعبوه، تستاهل، حرام. جبروك.
جماعة بعتقد أنا حكيت عن حالي وقلت لكم وين ساكنة ولأي صف درست وهيك. شو بنكرر الأسئلة يعني بنضلنا نحكي بالموضوع؟ لا يا جماعة ما لا هيك لا. شوفي يعني ما شاء الله يعني المتابعين ما شاء الله عنهم. غني إن شاء الله يعني صوتي حلو كتير حتى اللي يغني. طيب هيك حمدا بتجول. بس ثواني بقى يا جماعة، مشان الله لا توصلوا لي شو حكوا وشو صار وشو، خلاص لا توصلوا، أنا ما خصني، أنا ما خصني، بس أنا لا يخصني ولا يهمني ولا يعني لي الأمر أبدا، فخلاص رجاء. تعال نجيب شهادة ولا يلا جيب.